الجروح لا تبرر الأذى. اللحظة اللي بتتحول فيها قصة جرحك القديم من أداة فهم لرخصة أذى، انت عبرت خط ما ينفعش تعدي. التروما حقيقية والألم حقيقي، بس مفيش جرح بيدي صاحبه حق انه ينزف على ناس ما عملتلوش حاجة. زي ما قلنا التروما بتخلي صاحبها حساس اكتر من اللازم، وبتخليه ينفعل بسرعة وبشدة مش متناسبة مع الموقف. الفرق بين التفسير والتبرير، التروما بتفسر السلوك لكن مش بتبرر الأذى. التفسير يعني ليه الشخص بقى يتصرف كده، بينفعل مع اي نقد لانه اتربى في بيت اي غلطة فيها بتتقابل بإهانة مثلا، وده كلام حقيقي جدا ومحترم. هو بيساعدك تفهم الجرح فين وتفهم نفسك. اما التبرير فهو ان انت تاخد التفسير ده وتحوله لتصريح بالاذى، عشان كده انا بجرح اللي قدامي وهم المفروض يتحملوا. الجرح اللي اتعمل لك وانت صغير مش غلطتك، لكن شفائك منه مسؤوليتك انت. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فربنا مش بيحاسبك على موجة الغضب والانفعال اللي جات لك، لكن بيحاسبك على القرار اللي انت اخدته بعدها. فاللي بيفرق بين شخص بيشفى وشخص بيأذي مش حجم الجرح، ان في ناس كتير اتجرحت بس طلعت ارحم. الفرق ان الشخص الرحيم قرر انه يتحمل مسؤولية اللي طالع منه بدل ما يستخدم ألمه كفاتورة بيدفعها الناس اللي حواليه.